لو كل ما تبدأ تخس وزنك بيرجع يزيد تاني، خليني أسألك سؤال واحد: هل اللي بتعمله دلوقتي ينفع تعيش عليه كمان 5 سنين؟ لو الإجابة لأ، يبقى بنسبة كبيرة وزنك هيرجع، والسبب مش ضعف إرادة، السبب إن الدايت مش أسلوب حياة. والدليل الدراسات بتوضح إن ناس كتير حتى بعد جراحات السمنة وزنهم ممكن يرجع يزيد بعد فترة لو أسلوب حياتهم ما اتغيرش فعلا. أهلا بيكم، أنا دكتور كريم إمام، طبيب بشري ومتخصص في التغذية العلاجية. بقدم محتوى مبني على دلائل علمية علشان أعلمك إزاي تبني لنفسك أسلوب حياة صحي، مش تجربة مؤقتة. ودي سلسلة من 3 حلقات: حساب السعرات رقم 1، والقيمة الغذائية لأن مش كل سعرات بتفيد، وبعدين نظام غذائي أسلوب حياة اللي يخليك تقدر تكمل على طول ومش كام يوم وخلاص. كل واحد فينا تقريبا جرب يخس، بس الحقيقة قليل جدا اللي قدر ينزل دهون حقيقية فعلا، مش مجرد رقم نزل على الميزان، وقليل جدا اللي خس من غير ما يدفع الثمن: فقدان عضلات، نقص فيتامينات، إرهاق ونوم قليل ولخبطة هرمونات. والأقل بكتير اللي قدروا يحافظوا على وزنهم مش من أول لخبطة يرجع يزيد تاني، وأحيانا أعلى من الأول. ليه ده بيحصل؟ لسببين كبار. أول سبب إننا بنتعامل مع الدايت كأنه عقاب مؤقت، نشد شوية وبعدين نسيبه فاكر إنك كده هتخس وخلاص، لكن اللي بيحصل إن الوزن بيرجع يزيد تاني، لأن ده مش أسلوب حياة ثابت تقدر تكمل عليه. والسبب الأخطر إن جسمك أول لما يحس إن في حرمان شديد أو إن الوزن بينزل بسرعة ما بيترجمهاش رشاقة، هو بيفهمها في مجاعة جاية، فيبدأ يدافع عن نفسه بطريقته، يقلل الحرق، يزود إحساس الجوع والرغبة في الأكل، ويستنى أول لحظة ضعف علشان يرجعك تاكل أكتر وتعوض أضعاف اللي نزلته. طب إيه الحل؟ الحل إنك تغير طريقة تفكيرك، إنك تفهم جسمك قبل ما تحاربه، وتفهم أكلك قبل ما تخاف منه، تعرف قد إيه طاقة داخلة وقد إيه قيمة غذائية حقيقية. عارف إن في ناس كتير هتسأل دلوقتي: طب يا دكتور أنا بكره الحساب والسعرات. هقول لك معاك حق. أكبر غلطة خلت ناس كتير تكره الحساب والسعرات إنهم فاكرينه تعقيد وحرمان ووسواس، لكن الحقيقة مختلفة. أنت محتاج طريقة بسيطة تمشي معاك في البيت وفي الشغل وفي المطعم من غير توتر ولا حسابات معقدة. وعشان كده أنا مش هعلمك تحسب أكلك بالجرام ولا تعيش حياتك ماسك ميزان، أنا هعلمك تحسبه بالمعلقة وكف إيدك. معلقة. تخيل نفسك قاعد في مطعم أو كافيه، الأكل نزل قدامك، هل منطقي تطلع ميزان مطبخ من الشنطة وتبدأ توزن الأكل؟ أكيد لأ. بس في نفس الوقت مش معقول ناكل كده من غير حساب. المعلقة وكف الإيد مش بديل ضعيف، دي أدوات تقدير ذكية، وكتير من المتخصصين بيعتمدوا عليها. مش بيرفكت، لكن كفاية جدا انك تفضل ماشي صح وتحافظ على اسلوب حياة قابل للاستمرار. تعال اقول لك نحسبها ازاي. الحبوب الكاملة والنشويات زي الرز والمكرونة والعيش، 4 ملاعق كبار رز او مكرونة تقريبا 100 سعر حراري. طب والمحشي يا دكتور؟ حاضر، وما ننساش المحاشي، 4 قطع محشي صغيرة زي ورق العنب تقريبا 100 سعر حراري. طب ومحاشي الخضار؟ لا كده بقى قلبناها حلقة طبخ. بس حاضر اقول لك: قطعة محشي خضار متوسطة زي فلفل او كوسة زائد قطعة محشي صغيرة تقريبا 100 سعر حراري. ربع رغيف عيش بلدي او رغيف توست واحد تقريبا 80 سعر حراري. الخضار النشوي زي البسلة والبطاطس والبطاطا، الذرة، الفشار وقرع العسل، خد بالك دي برضو نشويات، يعني بتتحسب بنفس المنطق، مش لانها خضار تبقى مفتوحة. ثمرة متوسطة او 4 ملاعق كبار مطبوخ تقريبا 100 سعر حراري. بالنسبة للفشار، 4 ملاعق كبار فشار ني أو حوالي 3 أكواب كبيرة فشار جاهز تقريبا 100 سعر حراري. خد بالك الكلام ده عن الفشار من غير إضافات زي الزيت، الزيوت أو أي مادة دهنية، ليهم حساب تاني خالص وهنشوفه بعدين. خضار غير نشوي زي الكوسة والخيار والطماطم، ثمرة خضار ني تقريبا 25 سعر حراري. طبق صغير خضار مطبوخ تقريبا 25 سعر حراري. الفاكهة، ثمرة متوسطة واحدة تقريبا 60 سعر حراري. البقوليات زي العدس والحمص، الفول، الفاصوليا، 3 ملاعق كبار مطبوخ تقريبا 100 سعر حراري. البروتين الحيواني زي الجبنة والفراخ واللحمة والسمك والبيض والألبان، 3 ملاعق كبار جبنة قريش تقريبا 50 سعر حراري. بيضة واحدة تقريبا 75 سعر حراري. 4 ملاعق لحمة أو فراخ مطبوخ أو لحمة مفرومة تقريبا 100 سعر حراري. صدر فراخ
فراخ قد كف الايد من غير صوابع تقريبا 150 سعر حراري. لحمه غير الضاني او فراخ غير الصدور او سمك بدون جلد قد كف الايد بالصوابع تقريبا 300 سعر حراري. طبعا ده متوسط، ممكن يزيد يقل على حسب النوع والطهي، وهنشرح ده بعد كده. كوب لبن كامل الدسم 250 ملي او زبادي طبيعي كبير حوالي 200 جرام تقريبا 160 سعر حراري. زبادي طبيعي صغير حوالي 100 جرام تقريبا 80 سعر حراري. الدهون معلقه صغيره زيت او زبده تقريبا 50 سعر حراري. 5 قطع مكسرات او 10 زيتونات تقريبا 50 سعر حراري. الخلاصه، عايز تبدأ تاكل صح، انسى الميزان والجرامات وامشي بالطريقة السهلة، معلقة وكف ايدك، وهتلاقي الموضوع بقى اسهل بكتير. خد بالك، اوعى تحسب سعرات من غير اما تفهم القيمة الغذائية للأكل. استنى الحلقة اللي جاية. قول لي بقى، لو طبقك فيه 4 ملاعق كبار رز، قطعة صدر فراخ قد كف الايد، 3 ملاعق صغيرة زيت، 4 ثمرات خضار، احسب السعرات واكتبها في الكومنتس.